دي علا عبد الصبور من 2010 وهي بتدور على العريس. سنة 2010 هند صبري عملت مسلسل عايزة اتجوز لفتاة في أواخر العشرينات بتدور على عريس، ويعتبر مسلسل عايزة اتجوز واحد من أفضل المسلسلات الكوميدية اللي اتعملت في آخر 20 سنة، لأنه ما كانش معتمد على خط معين ماشي عليه، هو كان بيتميز إن كل يوم حلقة شكل. كل يوم علا بتقابل عريس جديد، ومن خلال شوية مواقف كوميدية بيبان الاختلاف في الشخصيات اللي بتقابلها علا. مسلسل عايزة اتجوز واحد من المسلسلات القليلة قوي اللي لو اتعرض في التلفزيون حاليا مش هتزهق انك تتفرج عليه، بالعكس انت هتتفرج عليه وانت مبسوط وبتضحك من قلبك كمان. ورامي إمام المخرج كان عامله بشكل حلو جدا، وخصوصا الحالة اللي كان عاملها في بيت علا وعلاقتها بأبوها وأمها وأخوها، وعلاقة أمها بحماته اللي عايشة معاهم. شوية المواقف أصلا اللي كانت في البيت ده لوحده كانت تفطس من الضحك. بس السبب الرئيسي اللي خلى العمل ده ينجح هي غادة عبد العال مؤلفة المسلسل، اللي أصلا كانت دكتورة صيدلانية وكتبت كتاب اسمه عايزة اتجوز واتشهر جدا، وبعدها طلبوا منها إنه يتعمل مسلسل، فهي اللي كتبت السيناريو بتاع المسلسل. وعشان كده تحس إن المسلسل كان مصري قوي في كل تفاصيله، حتى تفاصيل بيت علا تحس إنه مصري جدا. وفي نهاية المسلسل علا بتلاقي أخيرا فارس أحلامها اللي هيخطفها على الحصان الأبيض ويتجوزها، وبيخلص المسلسل على كده عشان ترجع لنا علا تاني بس من خلال نتفليكس. بعد ما أطلقت مسلسل البحث عن علا، علا كبرت أكتر وأكتر وبقت متطلقة قد الدنيا ومخلفة بنت وولد، وبرغم كده لسه بتدور على العريس. بس طبعا فرق كبير بين عايزة اتجوز والبحث عن علا. التطور حاجة حلوة جدا، بس في بعض الأحيان ما بيبقاش حلو خالص. يعني لو اتعرض عايزة اتجوز على قناة قدامك وفي نفس الوقت اتعرض البحث عن علا على قناة تاني برضو قدامك، أكيد هتختار إنك تكمل فرجة على عايزة اتجوز، بالرغم من إنك ممكن تكون شفته كذا مرة. بس عايزة اتجوز كان حاجة أصيلة معمولة بحب وطالعة من الواقع قوي، عكس البحث عن علا. حس ان علا نفسها اتغيرت، مفضلش من عيلتها الا سهير، وجم في الجزء التاني لما لقوا الجزء الاول باظ منهم حطوا حازم اخوها. اكيد الجزء الجاي بقى هيجيبوا ابوها وستها كمان. وبالرغم من ان صناع المسلسل حاولوا يعيدوا صناعة عايزة اتجوز تاني بس ما عرفوش، يعني كان الافضل من وجهة نظري انهم يعملوا مسلسل تاني خالص منفصل عن عايزة اتجوز، يناقش مشاكل المتطلقين وعيالهم والمشكلات اللي بتواجه الجيل الجديد، بس كان يبقى بعيد خالص عن عيلة علا عبد الصبور اللي ناس كتير اتعلقت بيها. وانت كمان تقدر تقولنا انهي فيهم احسن، عايزة اتجوز ولا البحث عن علا؟